كان يا ما كان بقديم الزمان، كان في بيت صغير حلو كتير، هادي نظيف مرتب، عايشين فيه كاترين وأخوها علي. كاترين بنوتة حلوة كتير، نظيفة، شاطرة، بتساعد ماما بشغل البيت، عيونها بتضوي مثل نجوم السما، شعرها كيرلي موج مثل موج البحر. علي حلو شاطر مؤدب نشيط، بيحب الحركة وبيحب يستكشف كل شي حواليه. كانوا كاترين وعدي دائما يطلعوا يلعبوا مع بعضهم. كاترين بتدير بالها على أخوها عدي لأنه أصغر منها، لطيفة معه وحنونة، كل وقتهم لعب وضحك سوا دائما مع بعضهم. وبيوم من الأيام، أيام ربيع، الشمس دافية والزهر الأبيض معبي الشجر عم يلمع مثل الفضة، والورد معبي الحديقة ريحته كتير حلوة، والورد من كل الألوان، وهن عم يرقدوا ويلعبوا مع بعضهم وعم يرقدوا ورا بعضهم. فجأة لمحوا سرب فراشات غريب، كانت أجنحة الفراشات فيها خيوط عم تلمع ألوانها مثل ألوان قوس قزح، وبتبرق برق مثل نجوم السما. قالت كاترين: عدي، شوف ولا مرة أنا شفت هيك فراشات. قال لها عدي: امشي نلحقهم ونلعب معهم، يمكن ياخدونا عمكان سحري. مسك عدي ايد اخته كاترين وركضوا ورا الفراشات، وبعد شوي وصلوا على بستان أخضر كبير أول مرة بيشوفوه، كان مليان ورد طويل وكبير مثل الشموع، وريحته طيبة كتير مثل العسل والفواكه. شافوا منظر غريب، مسرح من الورد الكبير والفراشات مجتمعين حواليه مثل جمهور بنص المسرح. وقفت فراشة كبيرة ذهبية جناحاتها تلمع مثل الشمس، رفرفت الفراشة بجناحاتها وقالت بصوت حنون وناعم: أهلا وسهلا يا أطفال، أهلا وسهلا فيكم. اليوم يوم مهرجان الفراشات، تجتمع بهذا اليوم الفراشات من كل العالم، بس عنا مشكلة، ما فينا نبلش بالمهرجان قبل ما حدا منكم يا أطفال يقرأ سورة صغيرة من القرآن مشان نفتتح المهرجان. عدي حك راسه وقال: يعني لازم القرآن؟ ابتسمت كاترين وقالت: أنا بعرف أقرأ، يمكن أحسن ساعدكم تبلشوا بالمهرجان. جربت وقرأت شوية قرآن، بس الفراشات ضلوا واقفين، ما حدا تحرك وما بلش المهرجان. رجع كمان جرب عدي يقرأ، بس كمان ما تحركوا الفراشات ولا بلشوا المهرجان. الفراشة الكبيرة الضخمة الذهبية حركت جناحاتها وقالت: جربوا اقرأوا سوا، يمكن بالتعاون يبلش المهرجان. مسك عدي ايد اخته وقال لها: تعي نقرأ سوا، مثل ما بناكل وبنلعب وبنضحك وبنضل مع بعضنا سوا، أكيد إن شاء الله رح يبلش المهرجان هالمرة، لأنه صوتنا مع بعض رح يكون أقوى وأحلى
وأعلى كمان، وبلشوا يقرأوا سوا سورة الفاتحة. صار البستان يضوي، والفراشات صارت تطير كأنها عم تقرأ مع كاترين وعدي قرآن، وعم تطير وكأنها عم ترسم بالسما قلوب ونجوم بتضوي. كتير فرحوا بالمنظر، صاروا ينطوا يحاولوا يكمشوا الفراشات بإيديهم. فجأة بينت عليهم فراشة صغيرة رمادية، جناحاتها ما فيها ألوان، كأنه ضوء مطفي. وقفت بعيد وقالت: أنا ما بقدر شارك، جناحي ما بيضوي وما بيبرق مثل كل رفقاتي. قربت كاترين لعندها وقالت لها: ما بيأثر إذا ما بتلمعي، كل فراشة وإلها جمالها. قال لها عدي: يمكن إذا قرأتي معنا قرآن بتصير جناحاتك تلمع وبتصير تضوي مثل رفقاتك. سكتت شوي الفراشة الحزينة، صارت تقرأ قرآن، وعدي وكاترين صاروا يقرأوا معها، وبلش لون جناحاتها يتغير شوي شوي، وصاروا يلمعوا مثل الفضة كتير حلوين. فرحت كتير وصارت تطير. شافت الفراشة الذهبية الكبيرة شو صار بين عدي وكاترين والفراشة الحزينة. قالت لهم: شايفين كيف السعادة بتكبر لما نشاركها؟ وشكرت الفراشة الرمادية عدي وكاترين لأنه ساعدوها، وقدموا الفراشات هدية صغيرة، ساعة إيد لعدي وطوق صغير لكاترين، مصنوعين من ضوء جناح الفراشات، بيلمعوا كل ما تذكروا إنه لازم يتعاونوا دائما. توتة توتة خلصت الحتوتة. تعلمنا لك ستي اليوم إنه التعاون بين الأخوات يساوي سعادة كبيرة، سعادة أكبر من اللعب والضحك ومساعدة يلي حوالينا لما بيكونوا بحاجتنا، بتبين جمال قلوبنا. وهلأ قبل ما أقلكم تصبحوا على خير، بدي أذكركم لا تنسوا تشتركوا بقناتي مشان تصير تضوي مثل جناحات الفراشات. وهلأ يا حبايب قلبي تصبحوا على خير وبأمان الله.